السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا، ألا وهي إن أي حد يغلط، أي حد يعمل حاجة مخالفة للدين، مخالفة للشريعة، لما نيجي نتكلم يقول لك أنت ربنا، يقول لك دع الخلق للخالق. هو حد كده يفكرني ويقول لي مين اللي قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ مش ربنا اللي قال كده؟ طيب هتقول لي ده تخصص العلماء. لا، هو قال كنتم خير أمة. الناس كلها المفروض ان احنا كلنا مأمورين ان احنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. دي اول حاجة. حد غلط ماشي خلاص، المفروض ان هو يستر على نفسه. لا، نستر على نفسنا ازاي بقى؟ لا، ما ينفعش. احنا نقول وانا المرأة القوية وانا اللي معرفش ايه. احنا دلوقتي شايفين بدعة بتنتشر قدامنا وعايزين نقلد الغرب بقى، والغرب بقى فري وكده. تعالوا بقى انا اقول لكم، مش انا عايش في الغرب، انا هقول لكم انا الحاجات اللي بتحصل في الغرب. بس اصبروا بس نفهم شوية حاجات كده. في حاجات معينة كده المفروض ان احنا نفهمها الاول، وبعدين نخش بقى على ايه، على حتة الغرب بيتعاملوا ازاي في الموضوع ده، او ايه حالة الغرب في السنجل ماذرز. دلوقتي واحدة قالت عرفي ومش عرفي، ايا كان انت مين. اولا انا ما بعترفش بحاجه اسمها زواج عرفي بالمره. الزواج لغه الاشهار، فمعروفه ان احنا يعني يكون في اشهار ماشي. احنا بقى كل شويه حد يطلع لنا بفتوى شكل، حد يطلع لنا بموضه شكل، وعمالين بقى دلوقتي احنا عايزين نقلد الغرب في كل حاجه. طب احنا ليه ما نقلدش الغرب في الحاجات الكويسه؟ عايز الاقي مثلا حد في مصر يقول لك ايه، انا هعمل عربيه كهرباء، تمام. الاقي حد بيقول لي انا هعمل ابلكيشن يكسر الدنيا. الاقي حد يخترع حاجه، يعمل حاجه مفيده. لكن لا، احنا نقلد الغرب في الشمال بس. احنا نشوف الغرب شمال نمشي معاه شمال، لكن نتقدم لا، ما ينفعش. مش عايز اكتر في الكلام كتير على موضوع اللي حصل مع هدير. انت دلوقتي غلطتي، اتخليتي عن اهلك ورحت اتجوزتي واحد بتحبيه وهو سابك، اتبرى منك وسابك. انت ايه اللي انت بتعمليه ده؟ انت ايه الجنان اللي انت بتعمليه ده؟ يعني ايه مثلا انك انت تقولي لي لا ده انا هتحدى المجتمع ومش هتحدى المجتمع؟ ما كنت تحديتي اهلك يا اختي، كنت تحديتي اهلك بدل ما تيجي تحدي المجتمع كله. دلوقتي عايزه بقى انت تبقي سنجل ماذر، او الناس ايه شايفه موضوع ان السنجل ماذر ده حاجه واو، وان المراه بقى مستقله وبتاع. طيب انا عملت قبل ما اتكلم، بس انا عملت شويه احصاءات عن السنجل ماذر في امريكا. انا هقول لكم بقى الاحصاءات دي بتتكلم ازاي. في 12 مليون سنجل ماذر في امريكا. انتوا متخيلين الرقم؟ 12 مليون سنجل ماذر في امريكا. في 17.5 مليون طفل لسنجل ماذر في امريكا. حلو الكلام. المفروض ان هو ايه بقى، حريه بقى، والمراه القويه، السنجل ماذر القويه. شوف بقى، 8 مليون منهم من السنجل ماذرز دول بيشتغلوا لحد كده. حلو. 39.6% من السنجل ماذرز فقراء وافقر 5 مرات من العائلات المتجوزه. فقراء وافقر 5 مرات من العائلات المتزوجه، تمام. السنجل ماذرز القويه. 51.9% من السنجل ماذرز عايشين في حالة فقر شديد في أمريكا. في أمريكا عايشين في حالة فقر شديد. 34.4% غير قادرين على شراء الطعام لأطفالهم. 34.4% من ال 12 مليون سنجل ماذر قوية. 45.8% بيجيبوا أكل بدعم من الحكومة. 45.8% بيجيبوا أكل بدعم من الحكومة. 22% منهم من العائلات دي بدون تأمين صحي، اللي هو أصلا إجباري. يعني أنا لو ما كانش ليا تأمين صحي في أمريكا في غرامة بدفعها، لازم يكون ليا تأمين صحي. 22% من السنجل ماذرز اللي في أمريكا، اللي انتوا فرحانين بالسنجل ماذرز من غير تأمين صحي، نصهم مش قادر يعول أطفاله. خلاص كده كده المفروض ان هتقولوا لي هم مبسوطين. انت مالك؟ تمام. السنجل ماذرز في أمريكا مش مبسوطين وعايشين في ذل ومهانة من الشباب. انتوا عايزين توصلوا بنات الاسلام للذل والمهانه. دلوقتي اي بنت هنا في امريكا متاخده لعبه، ده ياخدها يومين
وطبعا ما هو فري بقى، وده ويتسلى بيها شويه وده ياخدها. هل هم مبسوطين كده؟ لو انتوا عارفين، لو انتوا عايزين فعلا تشوفوا المعاناه بتاعه السنجل ماذرز في امريكا والمعاناه بتاعه البنات في امريكا عشان خاطر مش بيتجوزوا، في فيلم اتفرجوا عليه اسمه Think Like a Man Act Like a Woman. اتفرجوا على الفيلم ده، فيلم امريكي والناس اللي فيه امريكان والمخرج امريكي. اتفرجوا وشوفوا المعاناه والذل اللي بيشوفوها البنات الامريكان. ماشي؟ عايزين نقلد الغرب في كل حاجه. احنا نقلد الغرب. طب ماشي، فين الناس اللي تقلد الغرب في الحاجات؟ فين الناس اللي تقلد الغرب في الحاجات اللي تفيدنا احنا، تفيد مجتمعنا؟ انا ما عنديش اي مشكله خالص في تقليد الغرب في الحاجات المفيده، الحاجات الصح. دلوقتي في اختلاط انساب، في حاجات كتير، في قواعد كتير حطها الاسلام عشان خاطر ان احنا نحافظ على مجتمعنا ونحافظ على ديننا. ما ينفعش ان احنا فجأة كده نروح نعمل كذا، نختلق بدعة او نقلد الغرب في حاجة. ما ينفعش اللي احنا بنعمله ده. الحاجات هنا يعني الوضع مختلف خالص. ما تشوفوش انتوا بتشوفوا في الافلام امريكا دي حاجة واو، لا مش واو. والله العظيم الواد اللي ساكن معايا بيطلع الديك ابو البت اللي الجيرل فريند بتاعته، لا مؤاخذه في الكلمه يعني. بيطلع، بص مره ضربها عورها، انا كنت هتصل انا بالبوليس ساعتها، بس البت لا، مذلوله ليه في قمه الذل والمهانه. وجايين تقولوا لي احنا عايزين نبقى سنجل ماذرز؟ ده بتوع امريكا؟ ده انتوا والله لو جيتوا هنا هتبص على البنات، والله البنات تصعب عليكم. بس البنات هتعمل بنات، مجتمع كله مجتمع. انتوا شايفين فاكرين المجتمع بتاع امريكا؟ يعني المجتمع بتاع امريكا فيه حاجات كتير حلوه وفي حاجات وحشه، ماشي؟ بس الذل والمهانه، هرجع واقول الذل والمهانه اللي بيشوفوها البنات هنا مش موجوده. لا، احنا بناتنا غاليه، احنا بناتنا غاليه. الاسلام ولي الفخر ان انا اكون مسلم. الاسلام رفع من شأن المرأة مليون مرة. انتوا عمالين تبصوا على امريكا ومش امريكا، حرام عليكم. انا عايش في امريكا وشايف الدنيا ماشية ازاي هنا. فيا ريت يعني نقلدهم في حاجة حلوة، نقلدهم في حاجة عدلة، ما نقلدهمش في حاجات زي كده. انا بقى بالنسبة لحتة انك انت تشتري، يولع ابو ام الشهرة يا ستي. لو انت عايزه تتشهري او مثلا طلعت الاشاعه دي عشان تتشهري او اي حاجه زي كده، ابو ام الشهره، شهره تسوقي سمعتك وسمعه اهلك وناسك ازاي؟ ايه الغباء ده؟ طالعين دلوقتي في موضه ان الناس بتعمل كل اللي تقدر عليه عشان خاطر تتشهر. طب وبعد ما تتشهر هتعمل ايه؟ هتموت. ده ربنا قال وإن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون. انت متخيل 1000 سنة؟ اليوم الواحد 1000 سنة. الناس دي مش بتفكر، الناس دي هتبوظ دينها ودنيتها ويبتدعوا حاجات كتير بايظة عشان خاطر. طب انت لو حد مشي بالكلام اللي انت بتقوليه ده، واي حد بقى يطلع يقول لك لا انا هقضي حياتي بتاع وابقى سنجل ماذر، هتشيلي ذنب كل الناس دي وهتروحي في الاخرة اليوم الواحد ب1000 سنة من اللي انت عايشاها دلوقتي. انت بتعيشي كام؟ انتوا كلكم بتعيشوا كام؟ 60 70 100 سنه؟ ده اليوم الواحد ب1000 سنه. في مشكله برضه هنا عايز اتكلم فيها واتطرق ليها، اعمل اسقاط ليها على العائلات اللي هم ابهات البنات وامهاتهم وابهات الشباب وامهاتهم. سهلوا الموضوع، سهلوا الحلال على الشباب عشان الشباب ما يمشيش غلط. يا ريت سهلوا الموضوع عليهم من غير ما ترخصي بنتك او ترخص ابنك. سهلوا عليهم عشان كده الموضوع صعب. الوضع الاقتصادي في مصر صعب، والوضع الاقتصادي في الدول العربية اغلبها كلها صعب. يا ريت نسهل الموضوع، ماشي؟ حطي له مؤخر قد كده بس سهلوا الدخول ده، سهلوا الدنيا على الشباب عشان خاطر الشباب يعرف يتزوج ويعف نفسه. ما ينفعش في حاجات كتير بدءا من الاب والام لازم ان احنا نهتم بيها، لازم نهتم بتربية اولادنا، ولازم نتعلم الدين الصحيح بتاعنا. مش لازم تكون عالم في الدين، بس على الاقل اعرف اساسيات الدين بتاعك وايه الصح وايه الغلط. وفي ناس بتقعد، الناس دي بتشلني، اللي هو دع الخلق للخالق، انت ربنا، انت نبي. يا عم انا مش نبي ولا ربنا ولا اي حاجة، بس ربنا قال لي وقال للناس كلها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. اودي فين الكلام ده؟ انا اوديه فين؟ او حد يفهم انا اوديه فين؟ اقفل بقي خالص عشان خاطر دع الخلق للخالق؟ ما انا سايب الخلق للخالق. طبعا ربنا هو اللي يحكم، ربنا هو اللي يحكم على كل الناس ويدخل الناس الجنة ويدخلهم النار. اللي احنا اصلا مش هنخش الجنة بعملنا، ده احنا هنخشها برحمة ربنا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم هيخش الجنة برحمة ربنا.
بس انا بتكلم في حته ايه؟ مجتمعنا. عايزين نحافظ على مجتمعنا يا جدعان، ما ينفعش. السلام عليكم.